علشان تكوني كاريزما لازم يبقى حضورك طاغي وملفت ومؤثر. لازم تتعلمي بعض التصرفات اللي لو عملتيهم ان شاء الله حضورك هيبقى ملفت ومؤثر لدرجة ان الناس مش هتقدر تنساكي مع الوقت، يفضلوا دايما فاكرينك. يلا نبدأ. بس الاول لو ما تعرفينيش، انا هبة مهران، ماركتير وصانعة محتوى، وهتتعلمي معايا حاجات كتير قوي، سواء على المستوى العلمي المهني او على المستوى العاطفي وتطوير الذات. بص يا صاحبتي، علشان تكوني كاريزما وشخص واثق من نفسه ومن الكلام اللي هو بيقوله، اي حاجة بيقولها، لازم الاول تستثمري في نفسك، تستثمري جواكي، تبقي عارفة كويس انتي بتقولي ايه ومتأكدة بنسبة 99% ان كلامك ده مظبوط وصحيح. الاستثمار هنا ممكن قوي يكون من خلال الكتب، بس كتاب يطور من نفسك، يخليكي حاسة ان انتي بتكبري وتنضجي وبتفهمي. قصدي مش كتاب رواية مثلا او اي حاجة من النوع ده. دي اول حاجة. تاني حاجة، اتعلمي لغة وثقافة شعب جديد، ايا كان لغة ايه. يعني مش شرط الانجليزي بس، طبعا الانجليزي خليه بيزك، الانجليش ده مهم جدا جدا جدا، ودي حاجة مفروغ منها. تعلمي مهارة جديدة علشان يوم ما تتكلمي ساعتها هتتكلمي كلام مظبوط، وخاصة لو الكلام اتمحور وجه ناحية الحتة بتاعتك، الحتة اللي انتي بتتعلمي فيها، اللي انتي فاهمة فيها. فعشان تكوني شخص مؤثر وذو كاريزما واضحة وقوية جدا جدا وملفتة، لازم الأول تأثري جواكي. لازم انتي تتعلمي ازاي تقنعي نفسك بالحاجة، وازاي تأثري في نفسك، ازاي تأثري في اللي حواليكي، الخمسة ستة اللي حواليكي، سواء أهلك أو صحابك. ثم بعد ذلك هتعرفي تأثري في اللي قدامك، هتعرفي تقنعيه وتتفاوضي معاه. 2، التزمي دايما الصمت لو ما طلبش منك الكلام. ما تتسبقيش بالكلام وتحاولي تثبتي نفسك ووجودك بالكلام. 3، يوم ما تتكلمي بقى تكلمي بثقة، ثقة وكلام موزون بدون تكلف أو تصنع. حاولي ما تفيكيش الكلام ولا الطريقة ولا الأسلوب ولا تقلدي حد، عشان كل ده بيبان وبيتهاش. في حاجة كمان، وانتي بتتكلمي اتكلمي بهدوء، خدي نفسك براحة على مهلك، محدش بيجري وراكي. اللي بيتكلم بثقة بيتكلم بهدوء، بيبقى حاسب كلامه وبيبقى حاسب كل حاجة بيقولها بالحرف، بيبقى مرتب أفكاره والكلام اللي هيقوله هنا. لو في حاجة ما تعرفيهاش حاولي ما تجوديش، قولي أنا ما أعرفش، والله مش عيب، عادي قولي أنا ما أعرفش، بس ما تجوديش عشان هيطلع شكلك بجد مش حلو في الآخر. وبليز ما تجادليش، ما تدخليش في جدالات، وفري صحتك، وفري وقتك ومجهودك. انتي واثقة من كلامك، واثقة من تفكيرك، مش كده؟ طالما انتي واثقة يبقى ما تدخليش في جدال مع حد. لو اللي قدامك ده جادلك قولي له انت صح واسكتي. بجد ارحمي نفسك من الجدالات، يعني ما بتنتهيش. فاصل فاصل فاصل، نهدى ناخد نفسنا. نسيت اقولك تصلي على النبي، يا ريت كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه واتم السلام. وفي حاجه كمان، يا ريت كلنا ندعي لاخواتنا ربنا يعديها على خير ويحفظهم وينجيهم. اتمنى ان احنا نصلي على النبي وندعي لاخواتنا في كل مكان، مش بس في الارض الحبيبه. وكمان ما تنسيش تجيبي حاجه تشربيها عشان احنا لسه عندنا كلام كتير شويه. يا ريت ناخد دي في الحسبان لانها برضو مهمة، هي مش اساسية ولكن هي حاجة برضو مهمة. يا ريت تاخدي بالك من شكل لبسك، تناسق لبسك وستايلك، وشكل المكياج بتاعك، شكل شعرك عامل ازاي، او الطرحة بتاعتك عاملة ازاي، ضوافرك، ريحتك، وشكل الشوز بتاعك، هل شكله نظيف مرتب ولا معفر. الحاجات دي بتفرق. اعتبري نفسك كأنك بريزنت، كأنك هدية. الهدية لما يكون الباكجينج شكله حلو من بره، اي شخص بيعجب بالهدية دي من قبل ما يفتحها وبيكون شغوف انه يفتحها. فانتي بالظبط عاملة زي الهدية، لازم علشان الانسان اللي قدامك يقتنع بيكي وتفرقي معاه وتدخلي دماغه ايا كان مين،
تلفتي انتباهه حتى قبل ما تتكلمي. شكلك من بره عامل ازاي، طريقتك، حركتك. فلو بتتكلمي كلام موزون مرتب وشكلك كمان نظيف ومرتب وأنيق، ما بالك بقى اللي قدامك هيبقى عامل ازاي. يعني انت بنسبة 99% هتدخلي دماغه وهتدخلي تفكيره وقلبه وهيبقى مبسوط بيكي وهيبقى مرتاح في الكلام معاكي. في حاجة كمان في البوينت دي انا ما اتكلمتش عليها، يا ريت ما تقلديش حد. خلي ليكي لاين في اللبس معين، ستايل معين مختلف عن الناس، في لمسة فنية كده انتي بتحطيها، حاجة مختلفة، حاجة يعني مش في اي بنت تانية، هي مميزاك انتي بس، سواء في لبسك، في الوانك، في طريقة شعرك، في طريقة لفة طرحتك. خلي دايما ليكي ستايل مختلف، حتى لو هيبقى ستايل بوهيمي، حتى لو هيبقى ستايل بيزك، انتي كل لبسك بيزك، بس بيزك، الوان بيزك، الوان داركي، كل الحاجات دي مخليه عندك ستايل واحد محدش مقلدك فيه، ولو حد قلدك فهو اللي بيقلدك مش انت اللي بتقلديه. فاهماني؟ رقم 5، وهي مش بوينت الحقيقة، هي حاجة يعني طبيعية والمفروض تبقي فاهماها، بس هقولها. دايما خليكي مستمعة جيدة، ودي حاجة انا بقيت اتعلمها الحقيقة. يعني اسمعي كتير، اقفلي ده زي ما قلتلك من شوية، التزمي الصمت واسمعي كتير قوي، وما تاخديش المايك من اللي قدامك، ما تحاوليش تثبتي نفسك تاني بالكلام. عايزة اقولك ان اوقات قوي صمتك، سكوتك، بس نظراتك بتفرق وبتخلي حضورك طاغي. حاجة كمان، خلي دايما وانتي ماشية جسمك مفرود، ظهرك مفرود، مش عاملة كده، فهماني؟ راسك مرفوعة. طيب البوينت رقم 6 مهمة قوي، واسمعيها وبقولها لك من قلبي. الكاريزما انت مش هتعرفي توصلي لها، مش هتعرفي توصلي تكوني البنت الديفا، ودي هتكلم عليها في فيديو تاني لان فيها حاجات اعمق. فمش هتعرفي تكوني البنت دي او الكاريزماتيك دي غير لو اجبرتي اللي قدامك يحترمك اكتر من ان هو يحبك. يعني انا عندي ان اللي قدامي ما يحبنيش بس لازم يحترمني، الاحترام ده واجب، وانتي شخصية تستحق احترامك، تستحق ان اللي قدامك يقدرك ويحترمك. طيب لو اللي قدامك بقى قلل احترامه معاكي، عارفة بتعملي ايه؟ ولا اقولك؟ خليني اقولك. لو اللي قدامي قلل احترامه معايا، كل اللي انا بعمله لو انا بتناقش معاه في موضوع ولقيته استهزأ بالكلام او الاتيتيود بتاعه بقى ما يعجبنيش، ساعتها ما بكملش معاه كلام، بسكت خالص، بوقفه عند حده، وكله بالادب. هو قلل كلامه معايا، قلل عفوا ادبه معايا، قلل احترام معايا، ساعتها هعمل ايه؟ هقول له يا فلان الاتيتيود ده مش عاجبني، انا مش هكمل معاك كلام، الكلام انتهى، خدي بعضك وامشي. وخاصة لو انتي بتشتغلي وفي بيئة عمل، حتى لو كان اللي بيتكلم معاكي ده ومقلل احترام معاكي هو مديرك، برضو ما تكمليش، ووقفي شغل فورا. مش قصدي وقفي شغل ويعني قدمي استقالة، قصدي وقفي شغل فورا، انك توقفي كلام معاه حالا في الشغل. وبس كده انا خلصت. اتمنى بجد تكوني استفدتي كامل استفادة من اللي انا قلته ومن التصرفات دي، وصدقيني في حاجات تانية كتير، بس اعتقد ان الحاجات دي هي البيزك، هي الحاجات الداخلية. once احنا اهتمينا باللي جوه صدقيني هيبان قوي، وانتي هتبتدي تتعاملي طبيعتك اللي انتي عملتيها وكونتيها جواكي. فاتمنى تكوني استفدتي، ولو عجبك الفيديو واستفدتي فعلا ما تنسيش تعملي لي لايك عليه وشجعيني، واعملي سبسكرايب على الشانل، فعلي زر الجرس علشان اي حاجة انزلها تجيلك على طول. باي باي.